2020 و21 ووصلنا في نهائي 22 وخدنا 23. كان خط وسط الاهلي يعني 90% من المباريات بتاعته كان عمرو السوليه وحمدي فتحي وديانج. صح. اوكي، يمكن الثلاثي مروان وامام واكرم هم اللي بيلعبوا كتير. لما تقارن الثلاثه دول بالثلاثه دول اوكي ممكن تلاقي يعني الاهلي جميل جدا ان هو يعوض الثلاثه اللي مش موجودين دلوقتي بالثلاثه دول. عاشور كان ناحيه مهاريه، ايوه، لكن في جزء انت مفتقده جامد جدا من غير ما تاخد بالك. ايه هو؟ هو الشخصيه اللي عند الثلاثه دول مختلفه شويه عن الشخصيه اللي عند الثلاثه دول. الثلاثه دول كان عندهم حاجات التزاميه جدا، انضباطيه جدا جدا، قياديه جدا. يعني اذا كان حمدي فتحي او السوليه او ديانج، ثلاثه عندهم شخصيه، فبتلاقيها في الماتشات الكبيره حاضره بشكل كبير جدا. مفيش كلام، يعني واجبات المركز كما يجب ان يكون. حمدي فتحي ده عليه تاكلينج في مناطق في الملعب يعني مؤثره من اروع ما يكون على المستوى الدفاعي، على مستوى استخلاص الكره وقطعها. فالثلاثه دول هايلين جدا، مروان واكرم توفيق وامام، والثلاثه دول هايلين جدا. لكن دول ممكن يعني في مباريات كبيره دول كانوا يبقوا اعلى. في ملف الصفقات، شايف ازاي موسم الاهلي في ظل ما جاب من صفقات لحد دلوقتي؟ احنا بنتكلم على يحيى عطية الله، بنتكلم على داري، بنتكلم على يوسف ايمن وعمر الساعي. رايي برضو لا، يعني انا اشوف ان انا محتاج على الاقل من 2 ل3 قدام. لسه لحد لازم دلوقتي ولا ممكن في يناير؟ محظوظ لو مشيت كده، يعني محظوظ لو مشيت كده، لو مشيت لحد يناير كده. اوكي، لان انت عندك الفعاليه الهجوميه وخصوصا على الاطراف مش في افضل حالاتها. يعني احمد عبد القادر مش موجود. علي معلول مصاب، كان واحد من الناس رغم ان هو بيلعب ورا طبعا كل حاجه وباك ليفت، لكن في النهايه كان بيبقى عنده حل جامد جدا. ديانج الناس بتشوف ان بتحاسبه بس على السنه اللي فاتت ان هو ما كانش موجود، لكن ديانج ده واحد من الناس اللي هي رجليه بتاخده، والسبرنت بتاعه خصوصا الخطوات الاولى فيها انطلاقه مش طبيعيه، فبتنقل من مكان لمكان، تكسر لك خط، من مرحله لمرحله، تكسر لك خط. والنقطه اللي مهمه جدا في الاهلي واللي مميزه جدا الاهلي في ال5 6 7 سنين اللي فاتوا دول هي الثلاثه اللي في النص. الثلاثه اللي في النص دول في مرحله كانت كبيره جدا للاهلي، وخد فيها بطوله 2020 و21 ووصلنا في نهائي 22 وخدنا 23. كان خط وسط الاهلي يعني 90% من المباريات بتاعته كان عمرو السوليه وحمدي فتحي وديانج. صح. اوكي، دلوقتي في ثلاثه موجودين، في موجود مروان وفي موجود امام وفي موجود قفشه وموجود اكرم توفيق. يمكن الثلاثي مروان وامام واكرم هم اللي بيلعبوا كتير. لما تقارن الثلاثه دول بالثلاثه دول اوكي ممكن تلاقي يعني الاهلي جميل جدا ان هو يعوض الثلاثه اللي مش موجودين دلوقتي بالثلاثه دول. حلو، دول على المستوى المهاري ممكن يكونوا اعلى من دول على فكره. صحيح، يعني صحيح. عشان وجود امام عاشور كان ناحيه مهاريه، ايوه، لكن في جزء انت مفتقده جامد جدا من غير ما تاخد بالك. ايه هو الشخصيه اللي عند الثلاثه دول مختلفه شويه عن الشخصيه اللي عند الثلاثه دول. الثلاثه دول كان عندهم حاجات التزاميه جدا، انضباطيه جدا جدا، قياديه جدا. يعني اذا كان حمدي فتحي او السوليه او ديانج، ثلاثه عندهم شخصيه، فبتلاقيها في الماتشات الكبيره حاضره بشكل كبير جدا. مفيش كلام، يعني واجبات المركز كما يجب ان يكون. حمدي فتحي ده عليه تاكلينج في مناطق في الملعب يعني مؤثره من اروع ما يكون على المستوى الدفاعي، على مستوى استخلاص الكره وقطعها. فالثلاثه دول هايلين جدا، مروان واكرم توفيق وامام، والثلاثه دول هايلين جدا. لكن دول ممكن يعني في مباريات كبيره دول كانوا يبقوا اعلى. ماشي، تمام، ماشي. مهاريا ممكن دول كان يبقى اعلى. حلو، لكن الجزء الامامي انت النهارده بيرسي تاو وحسين الشحات واسامه ابو علي اللي بعديهم العمليه بعدت شويه في النسب